يا اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من هلو ماذر فاذر. خلاص عرفنا ليه التربيه الايجابيه دي مش فشخره، وعرفنا ازاي نسيطر على نوبات الغضب اللي بتخلي الواحد مننا عايز يقلع هدومه ويجري في الشارع دي. الشارع دي النهارده بقى هنتكلم عن حاجه اهم من الاكل والشرب. ايه ده، هو في اهم من الاكل والشرب؟ طبعا دي الفيتامينات بتاعت شخصيه عيالنا، الثقه بالنفس. تخيل كده معايا عيل عنده ثقه في نفسه، هتلاقيه كده ماشي كده قلب الاسد، بيجرب اي حاجه حتى لو هيخرب الدنيا، ما بيخافش يغلط، بيعرف يقول رايه، والفشل بالنسبه له درس يعني مش نهايه المطاف. عكس بقى العيل المهزوز ده، تلاقيه فرخه كده، بيتكسف من خياله، بيخاف يعمل اي خطوه، وبيستسلم بسرعه. بص، بنلاقي الثقه بالنفس ده مش دلع، ده اساس عشان يطلع لنا بني ادم بجد، بيعرف يعيش في الزمن الغريب اللي احنا فيه ده. قبل ما نقول لك تعمل ايه، تعال نشوف ايه اللي بيخرم ثقتهم في نفسهم. ايوه والله، احنا بنخرم ثقتهم في نفسهم من غير ما نقصد. زي المقارنه يا باشا، شوف ابن خالتك ده عمل ايه، انت ليه مش زي اخوك اللي بيجيب الديب من ديله؟ النقد واللوم، انت دايما توقع الحاجه كده، يا ابني انت ما بتفهمش ابدا، ده بيخليه يحس انه فاشل بالفطره. كمان الحمايه الزياده الاوفر بتاعتنا، لما بنعمل كل حاجه ليه بدل ما نعلمه يتعامل معاها، بيطلع معاق واعتمادي. الاحباط والتقليل من الشغل لما بيتعب ويعمل مجهود ونقول له عادي، ده اي حد يعملها يعني، الصوت كده مش فارق معاه يعني، عادي يعني، بنحسسه ان مجهوده ده ملوش لازمه. اللوم قدام الناس ده بجد فضيحه بجلاجل، بتكسر نفسه خالص. التوقعات الخزعبليه بقى، لما نطلب منه حاجات اكبر من سنه اصلا، ونزعق له لما ما يعملهاش، ونطلب منه يبني الهرم الرابع، انت ما بنيتوش ليه؟ بناء الثقه ده محتاج طولة بال وصبر، بس نتائجه ترفع الراس، ودي اهم خطوات هقولها لك. الحب اللي ملوش شروط، لازم يحس انك بتحبه في كل حالاته، حتى لو جاي كله طينه احضنه برضه. الحب ده هو الامان اللي بيبني عليه ثقته، وده اهم من ثمن المسروق اللي انت مستخسره في الهدوم. شجعه يجرب واحتفل بمجهوده، مش لازم يعملها صح من اول مره يعني، دي مش في الاولمبياد. هو ركز على اللي عمله مش على النتيجه. يا سلام على الالوان اللي اخترتها في الرسمه دي يا فنان، مجهودك باين. اديله فرصه يختار بس بحدود يعني يا صاحبي، تلبس التيشيرت الاحمر ولا الازرق، ناكل تفاح ولا موز. لما بيختار بيحس انه سايق قراره. اديله مهمات بس صغيره كده على قده، لم لعبك دي يا بطل، ساعدنا حط الاطباق على السفره يا حبيبي. لما يحس انه بيعمل حاجه ثقته في نفسه بتزيد. خليه يحل مشاكله بنفسه، لو في مشكله بسيطه مثلا بدل ما انت اللي بتحلها له على طول، قول له تفتكر ايه اللي ممكن نعمله في اللعبه دي عشان تشتغل عبقري. قول كده، خليه يشغل دماغه. عبر عن فخرك بيه لما يعمل حاجه صح، قول له انا فخور بيك انك خلصت واجبك لوحدك يا دكتور، او انا عاجبني جدا ازاي اتعاملت مع الموقف ده يا معلم. حسسه كده انه عمل معجزه. علمه يتعامل مع فشله ازاي، الفشل ده طبيعي مش نهايه العالم. مفيش مشكله يعني ان هو ما عملهاش من اول مره صح، نتعلم ونحاول تاني. احنا بنتعلم من اخطائنا يا بوب. خليك قدوه، لما تكون واثق في نفسك كده هو هيتعلم منك، وده هيطلعه صوره طبق الاصل منك. الاطفال في السن ده بتقلد. عشان الكلام ده بقى نبنيه على ارض الواقع، تعالى نلعب لعبه كده سميها انا اقدر. خليه يقول انا اقدر قبل ما يعمل اي حاجه حتى لو بسيطه. شجعه يقولها بصوت عالي كده كانه بيهيص، وقول له انا فخور بيك عشان عملت حاجه دي، وخليه يقول انا فخور بنفسي عشان كذا. اخر اليوم كده اساله ايه اكتر حاجه عملتها النهارده وفخور بيها. ده بيخليه يشوف انجازاته اللي عملها. اعمل له لوحه كده علق عليها انجازاته دي، لوحه صغيره يعني، اعمل له رمى المناديل في الباسكت، حط له ستيكر او نجمه. ايه المشكله؟ ابني ثقته بنفسه، واعرف ان دي رحله طويله بس حلوه، محتاجه صبر وتفاهم. كل كلمه تشجيع منك، كل فرصه بتديها له بتضيف له طوبه ذهب في شخصيته. جهزوا اسئلتكم واستنونا في الحلقه الجايه من هلو ماذر فاذر، اللي هنتكلم فيها عن نقول لا ازاي بحب لاولادنا عشان ما يحسوش ان احنا بنكرههم. يا ترى بقى هنعملها ازاي؟ استنونا الحلقه الجايه وهتعرف. قولوا لنا ايه اكتر حاجه بتعملوها عشان ولادكم يبقى عندهم ثقه في نفسكم او في نفسهم يعني. شاركونا في التعليقات عشان نستفيد من بعض، ونشوفكم الحلقه الجايه. وما تنساش
ان هلو ماذر فازر عشان اولادنا يستاهلوا احسن تربيه. سلام.